الحكاية ما كانتش بدايتها يوم 25 يناير. الحكاية بدأت قبلها بكتير، لما الحكومة لغت المعاهدة في أكتوبر 51 والإنجليز بقوا محتلين مش مرغوب فيهم. في الوقت ده كان في جيش تاني بيتكون في الضلمة، جيش ملوش زي موحد. سلاحه كان الإيمان وظهره كان الشرطة المصرية. الشرطة المصرية ما كانتش بتطارد الفدائيين زي ما الإنجليز فاكرين، بالعكس، عربيات البوكس اللي كانت بتعدي من قدام كمين الإنجليز بصفة رسمية كانت هي نفسها مخازن السلاح المتحركة. الضابط اللي ببدلة الشرطة وبيضحك في وش الخواجة الصبح هو نفسه اللي بيدرب الطلبة والعمال إزاي يفكوا ويستخدموا البندقية. الإنجليز اتجننوا، الأرض بتغلي تحت رجليهم ومش عارفين الضرب بيجي منين، لحد ما جه فجر يوم الجمعة 25 يناير سنة 1952. الجنرال الإنجليزي إكسهام قرر ينهي اللعبة، حاصر مبنى المحافظة ومبنى البلوكات ب7000 عسكري ودبابات سنتوريون تقيلة. الإنذار كان صارم وصريح: سلموا سلاحكم، اركبوا القطر واخرجوا من القناة حالا. وهنا حصلت المكالمة اللي غيرت التاريخ. اللواء أحمد رائف اتصل بوزير الداخلية فؤاد سراج الدين في القاهرة، قال له بيخيرونا بين التسليم أو الموت. الرد نزل زي الأمر المقدس: موتوا بشرفكم وما تسلموش سلاحكم. المكالمة دي قفلت باب الكلام وفتحت أبواب جهنم. الساعة 7 مبنى طوب قديم بيحاول يصمد قدام مدافع دبابات بتهد الحجر. العساكر المصريين ببنادقهم القديمة اللي بتتعمر بالإيد واقفين قصاد رشاشات حديثة. وهنا بان معدن الرجالة. اليوزباشي مصطفى رفعت كان بيتنقل بين العساكر وسط الدخان، يفرق عليهم الذخيرة اللي بتخلص ويقول لهم: اثبت يا بطل، مصر كلها بصة ليكم. ومعاهم ضابط شاب وسيم اسمه صلاح ذو الفقار، ساب حياته واتطوع ووقف مع اخواته من جنود البلوكات. بالرغم انه ضابط اتصال يدافع عن مبنى هو عارف انه هينهار. ساعة واتنين والمبنى بيتحول لتراب وركام فوق رؤوسهم. الدبابات قربت لدرجة انها بقت تضرب في الحيطة مباشرة، ورغم كده مفيش راية بيضة طلعت. العساكر لما الرصاص خلص بقوا يرموا طوب وحجارة، أي حاجة، المهم ما يسلموش. الساعة 10:30، الذخيرة خلصت تماماً. الصمت نزل على المكان، بس كان صمت تقيل، ريحته بارود ودم. 56 شهيد و80 جريح. الأرض اتفرشت بجثث أبطال. فضلوا واقفين لحد آخر نفس، ولما خرج الباقيين حصلت المعجزة. الجنرال الإنجليزي إكسهام ما قدرش يمنع نفسه من الانبهار. أمر جنوده بتقديم التحية العسكرية للضباط والعساكر المصريين وهم خارجين. دي كانت لحظة اعتراف إن العساكر الغلابة دول ببنادقهم القديمة كسروا هيبة الإمبراطورية العظمى. الخبر وصل القاهرة والبلد ولعت. دم شهداء الإسماعيلية كان الشرارة اللي قربت نهاية الملكية وقيام الثورة. عشان كده يوم 25 يناير هو عيد الشرطة، مش عشان نفتكر ذكرى حلوة، لأ، عشان نفتكر إن في اليوم ده كان فيه رجالة دفعوا تمن الكرامة بدمهم، وقالوا للعالم كله: دي أرضنا ومحدش هيدخلها إلا على جثثنا. الله يرحم شهداء الوطن.